منيو رمضان 2024. عشان تجهزي رمضان 2024 صح لازم تعملي لنفسك منيو لأكلات رمضان 2024، وعلى هذا الأساس هتعرفي توفري وتدبري من مصروف البيت وتظبطي من نفسك ميزانية رمضان صح، أيا كان بقى انت شلتي حاجات لرمضان أو ما شلتيش. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل منيو ازاي. بس قبل أي حاجة لازم نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابي أجمعين. تاني حاجة بقى لو لسه جديدة في القناة متبخليش عليا باللايك الحلو بتاعك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. أما لو بالفعل مشتركة في القناة متبخليش برضو عليا باللايك الحلو بتاعك والتعليقات الجميلة بتديني طاقة إيجابية. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أي حاجة بقى لو صوت ياسين طلع معانا في الفيديو فما تتضايقوش بقى لأنه بحاول أنيمه ومش عايز ينام، وفي نفس الوقت عايز أصور الفيديو وأنزله لكم زي ما أنتوا طلبتوا مني. طيب عشان نظبط المنيو بتاعنا لازم اشوف انا ميزانيتي عامله ازاي ومقدرتي عامله ازاي، سواء جهزت حاجات لرمضان او ما جهزتش حاجات لرمضان. ابدا اكتب الاول المنيو بتاعي. طب ليه يا سمر؟ المنيو بتاعك هيسهل عليكي لو انت مثلا ما جهزتيش اي حاجه رمضان ولا فرستي ولا اشتريتي ولا خزنتي، هتبداي تجيبي الحاجه اللي مكتوبه في المنيو وتبداي انك انت تفرزيها او تخزنيها على قد الشهر بتاعك بس. يعني رمضان هيبدأ ان شاء الله بإذن الله على 11/3، يعني هيكون عدى اول 11 يوم من الشهر، يعني هتكوني اخدتي ميزانية شهر 3. فبالتالي لو انت عاملة نفسك منيو هتنزلي تشتري طلبات المنيو بتاعك بتاع الشهر مرة واحدة، وهتبدأي تظبطي حاجتك وتفرزيها وتكوني برضو داخلة رمضان وانت مرتاحة. طيب لو انت فرستي او انت خزنتي شوية حاجات فهتبدأي ان انت تعملي المنيو بتاعك وتستغلي الحاجات اللي انت فرستيها تمام وخزنتيها في قلب المنيو بتاعك، وكده برضو وفرتي على نفسك حاجات كتير. طيب كل واحده فينا بتختلف الميزانيه بتاعتها، فبالتالي برضو المنيو هيختلف من واحده لواحده. انا عامله منيو لنفسي وحبيت ان انا اشارككم المنيو بتاعي واديكي الفكره ازاي تقدري تطبقي المنيو، او ازاي ما انا اصح تعملي منيو لنفسك. المنيو المره دي عباره عن فطار وعصير وحلو، شايله منه وجبه السحور. طب ليه يا سمر؟ الجبنات غليت والحاجات بقت اسعارها اغلى من السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، وفي ناس بتقدر ان هي مثلا تسحر كوبايه زبادي بس، في ناس بتحب شويه فول، في ناس لا بتحب سحور يكون السحور معتبر. فانت اعملي بقى السحور اللي انت عايزاه. بس نصيحه مني لو انت مثلا هتعملي السحور في البيت يبقى حاولي ان انت تشتري الفول وتدمسيه في البيت، هيبقى اوفر لك. الزبادي في البيت هيبقى اوفر لك بكتير من انك انت تشتريه جاهز. طيب نشوف المنيو بتاعنا عباره عن ايه، واحنا بنتكلم على المنيو برضه هقولك على شويه تكات تعرفي توفري منها. اول يوم هنعمل محشي مشكل وملوخيه وشوربه وسلطه، والعصير هيكون خشاف، والحلو هيكون كنافه. طيب المحشي المشكل ده مش عايز جنب منه لحوم، انت تقدري بقى تفرحي اولادك حسب امكانياتك. يعني ايه؟ يعني كنا الاول يوم ده يا اما رومي يا اما بط يا اما فرخه كده كبيره محترمه بنعملها جنب المحشي. طيب السنه دي الفراخ غاليه والحاجه كلها غاليه، هنعمل ايه؟ ممكن اعمل برضو المحشي دوت واجيب فرخه، بس اجيبها فرخه صغيره شويه واستغنى عن البط والرومي والكلام دوت. ممكن مش معايا مقدره ان اجيب فراخ اجيب وراك، مش معايا اجيب وراك اجيب دبابيس، مش معايا اجيب دبابيس اجيب اللي هي الفخاد بتاعت الوراك، اجيب اجنحه. المهم ان انا افرح اولادي باي شكل كان، وما اضغطش على نفسي ولا اضغط على ميزانيه بيتي. خلي بالك بنت الاصول هي اللي بتبان في الوقت ده، هي اللي ازاي بتعرف تدبر امورها وتمشيها على قد امكانياتها. ما تبصيش لاي حد وبصي لنفسك بس، ما تقوليش فلانه جابت يميش وانا ما جبتش، فلانه خزنت وانا ما خزنتش. دايما احمدي ربنا على الامكانيات اللي انت فيها وعلى الظروف اللي انت فيها. حاولي انك انت ما تضغطيش على زوجك على قد يعني قد ما تقدري، لان الرجاله بجد يعني الله يكون في عونها ان هم بيحاولوا ان هم يشتغلوا على قد ما يقدروا، وفي نفس الوقت برضو الاسعار عماله ترتفع ومحدش بقى قادر ان هو يكفي متطلبات بيته. فانت كمان حاولي ان انت تفرحي عيالك على قد ما تقدري. طيب يا سمر دي الكنافه السنه دي تبقى غاليه جدا، هنعمل ايه؟ هقول لك حاجه حلوه. لو انت متابعاني صح وعارفه يعني متابعاني من زمان، عارفه ان انا بجيب مثلا نص كيلو كنافه بشيل منها حوالي 100 جرام او 150 جرام من الكنافه على جنب، واعمل صينيه تكون وسط كده او صينيه صغيره تمام. طبقه الكنافه بتكون رقيقه مش تخينه قوي عشان تديكي برده نتيجه حلوه زي اللي بتشتريها من بره، وفي نفس الوقت الصينيه دي بتكفيني على يومين. هاجي اجيب كنافه تانية هشيل نفس النظام، هاجي اجيب كنافه مره ثالثه هشيل نفس النظام، هاجي اعمل رابع مره كنافه مش هشتريها لان انا هكون عاملاها من بواقي الكنافه اللي انا مخزناها في الفريزر.
يعني النص كيلو مش لازم نعمله كله على صينيه واحده، هنشيل منه حبه كده على جنب في كيس، مره على مره على مره، هيبقى عندي بتاع حوالي صينيه كده اعملها من غير ما اغرمها. القطايف لما تيجي تعمليها اعمليها بالوحده او بالعدد، تمام. بلاش تعملي القطايف كلها النص كيلو كله او الكيلو كله، لان ساعات الاولاد مش بياكلوها مره واحده وبتفضل تترمى من هنا لهنا. فحاولي ان انت تكوني مجهزه الشربات بتاعك يكون جاهز، وتكوني مقفله القطايف بتاعتك، سواء اي حشو انت هتحشيه بيها القطايف او حتى ساده، تمام. ساده والله حتى لو ساده هتقضي معاك الغرض. فرحي اولادك باقل الامكانيات وهتلاقي ربنا بارك لك في الحاجه اللي انت بتعمليها. طيب يا سمر، انا هقلب العدد، مش بمعنى كلمه العدد يعني مثلا تقلي لكل واحد مثلا في اولادك 3 4 2، حسب ما هم انت عارفه اولادك بياكلوا قد ايه، ولما يعوزوا اعملي تاني. بكده انت ما هدرتيش في كميه القطايف وما اترمتش على الفاضي، وكمان وفرتي ان يكون الحاجه عندي موجوده في الفريزر، يعني في اي وقت تحتاجي لها تجيبيها. طيب الخشاف، لو احنا مثلا مش هنعرف نجيب المشمشيه والقراصيه والتين فمفيش مشكله، ممكن نعمله ببلح، تمام، وشويه زبيب وشويه جوز الهند وننقعه في الميه وشويه سكر او شويه حته قمر الدين وهيقضي معانا الغرض. طيب تاني يوم ممكن تعملي مكرونه بشاميل وبطاطس محمره ومخلل، والعصير هيكون خروب والحلو هيكون قطايف. طب ما انا لسه عندي بواقي الكنافه، ليه عملت قطايف؟ انا عملت قطايف عشان افرح اولادي اول يومين، ما حاسسهمش ان انا في ازمه اقتصاديه او ازمه ماليه عندي في البيت، تمام. طب المكرونه بشاميل سمر دي عايزه لبن وعايزه لحمه مفرومه وعايزه وانا هقدم المكرونه بشاميل لوحدها، قدميها لوحدها، مش لازم جنبها بانيه خالص، خلي بالك، تمام. هي كفايه ان فيها لحمه مفرومه. سمر دي اللحمه المفرومه غاليه، انا عايزه حاجه توفر معايا اكتر. طيب ممكن نحشيها بالبانيه، نجيب البانيه ونقطعه زي الشاورما كده ونحشيها. معيش اجيب بانيه، ممكن اجيب نص كيلو اجنحه او كيلو اجنحه واسلقها وافصصها واخد اللحم بتاعها واحشي بيه اللحمه المفرومه. في ناس كمان بتعمل لحمه مفرومه او بالقوانص، في ناس بتعملها بالصدق، اعمليها بالحشوه اللي انت حباها، تمام. طب سمر انا عايزه كده اقدم جنب منها حاجه وتكون اقتصاديه، يعني حاجه كمان اوفر من البانيه، اعملي الناجتس، تمام. في وصفات كتيره قوي على اليوتيوب، وانا كمان عاملاها على القناه قبل كده. تقدري بصدر فرخه واحد تعملي حوالي 36 قطعه ناجتس، تمام. هتحمري منها على قد العدد بتاعكم جنب مكرونه بشاميل، يبقى قدمتي جنبها برضو لحوم. طيب كده اول يوم وتاني يوم. تالت يوم هعمل سمك مقلي ورز. السمك المقلي ده ممكن يكون بسارية مقلية، ممكن يكون اي سمك يكون رخيص، تمام، مش لازم يكون سمك يكون غالي، تمام. ممكن اجيب سمك صغير واقليه واعمله بالصلصه جنب شويه رز وسلطه. فبرضو ما احاولش ان انا يعني اضيق الامور على نفسي، واحاول ان انا افكر واحاول ان انا اوفر على قد ما اقدر. طيب ممكن اجيب كمان السمك اجيبه بالعدد، لو هجيبه سمك كبير اجيبه بالعدد بتاعنا عشان برضو ما هقدرش في كميه السمك ولا في كميه الفلوس. العصير هيكون تمر هندي. الحلو هيبقى بواقي ايه بقى؟ بواقي الكنافه، تمام، اللي كانت في اليوم الاول هنطلعها ونقدمها في اليوم الثالث، تمام. طيب ما تبقاش كنافه، هيبقى بواقي القطايف او بواقي الكنافه والقطايف، لو حبه من هنا على حبه من هنا، تمام. اليوم الرابع هيكون بواقي الفطار، هيكون بواقي المحشي المشكل اللي احنا عملناه اول يوم على بواقي المكرونه بشاميل. ايه ده؟ ايوه، انا كنت هعمل مثلا محشي مشكل، فهيتبقى كده عندي طبق محشي على طبق ملوخيه على طبق شوربه. تاني يوم انا عملت مكرونه بشاميل، تمام، مش هطلع جنبها المحشي، والله اتبقى عندي قطعتين مكرونه ولا حاجه، يبقى هعمل رابع يوم هطلع ده المحشي اسخنه مع المكرونه بشاميل اسخنها. وممكن بقى اعمل حركه حلوه، اجيب قطايف واحشيها مثلا جبنه واخليها عندي في الفريزر، اطلعها في اليوم اللي فيه بواقي جنب الاكل، او جلاش بالجبنه، تمام، وامشي الاكله بتاعتي، او شويه بطاطس محمره. فاحاول ان انا احلي الاكله بتاعتي واحاول ان انا اعيد تدويرها من اول وجديد. العصير هيكون صوبيا. الحلو هيكون مهلبيه برتقان. لو انت مثلا مخزنه عندك برتقان هتطلعيه وتعصريه وتعملي منه مهلبيه، وبرده في طرق كتيره قوي على اليوتيوب لمهلبيه البرتقان. اليوم الخامس هعمل قلقاس ورز وشوربه ومخلل. هتعملي الرز اللي انت عايزاه بقى بالشعريه، رز ابيض حسب ما انت حابه. طب القلقاس يا سمر عايز شوربه، هنجيب له شوربه منين؟ والله متبقي منك شوربه من بتاعه المحشي، حلو. مش عايزه اجيبي مثلا لحوم، تمام. والله ممكن كمان تعمل مثلا ما عندكيش شوربه وعايزه تعملي شوربه للقلقاس، ممكن نعمل شويه اجنحه، تمام،
ممكن شويه نجيب وراك، ممكن نجيب فرخه صغيره، ممكن اجيب لحمه، يعني ما اربطش نفسي بحاجه معينه. تمام. طيب عملنا القلقاس. طب انا ما عنديش شوربه اساسا، ومش بقى من عندي شوربه، ومش عندي امكانيه ان انا اعمل شوربه، ممكن اشيل القلقاس واحط اي صنف خضار. العصير هيكون برتقال بالجزر. الحلو هيكون بواقي المهلبيه بتاعت البرتقال. يبقى انا عملت هنا يوم مهلبيه، عملتها على يومين. تمام. اليوم السادس هيكون مكرونه وكبده وسلطه. فصلنا بقى شويه من الخضار، عملنا خضار وعملنا سمك، نفصل شويه. هنعمل مكرونه وكبده وسلطه. ممكن يبقى مثلا مكرونه وكبد وقوانص، ممكن مكرونه وكبده بالرده، حسب ما انت حابه. العصير هيكون فراوله لو انت مفرزه فراوله، او اي صنف عصير فاكهه انت مفرزاه. الحلو هتكون بسبوسه. اليوم السابع هيبقى بواقي ايه بقى؟ هيكون بواقي القلقاس على بواقي المكرونه بالكبده. دي مثلا اتبقى منك شويه حاجات على مني شويه حاجات، هنلمها كده ونعمل بيها بواقي. وهعمل جنبها عصير عناب. والحلو برضو هيكون بواقي البسبوسه. اصبح انا اليوم السابع ده ما صرفتش حاجه فيه، او ما جبتش حاجه فيه غير العصير. ايه ده؟ هو احنا في رمضان هنعمل بواقي؟ والله رمضان هنتعامل معاه زيه زي اي شهر. الاختلاف فيه ان احنا بنعمل فيه حلويات عشان نفرح اولادنا، الاختلاف فيه ان احنا بنعمل عصاير عشان نفرح اولادنا. طب سمر، انا مش قادره ان انا اعمل كل يوم والتاني حلويات. يعني مثلا البسبوسه هتكلف معايا على يومين، برضه هتبقى مكلفه معايا ايه شويه. ممكن اعمل صينيه البسبوسه دي نص كيلو بقى البسبوسه بيعمل لك صينيه كبيره، اكبر صينيه عندك، او صينيتين صغيرين. فممكن ان انا اقطع واطلع بالعقل، ممكن تقعد معايا بالثلاث ايام مش باليومين. فانا ممكن اعمل صنفين حلو بس في خلال الاسبوع، مش 3 ولا 4. فانت برضو بتعملي حسب امكانياتك انت، وبتقطعي حسب امكانيات حسب اكلات اولادك، بحيث ان انت ما تهدريش في الحاجه. طيب ايه تاني يا سمر؟ يوم الثامن هنعمل سمك مشوي ورز، تمام، وسلطه. والعصير هيكون ليمون بالنعناع. لو انت عندك شويه ليمون في الثلاجه مع حزمه نعناع بجنيه، وهتعملي احلى ليمون بالنعناع. وبرده طريقته موجوده على اليوتيوب لو انت مش عارفه تعمليها، وهنقضي بيها الغرض. الحلو لو انا ما عنديش بواقي بسبوسه، هعمل جلاش. هعمل جلاش ساده بقى، هعمله بالقشطه، هعمله بالكاستر، زي ما انت حابه. برضو الكنافه تقدري حتى لو انت ما عندكيش اي مكسرات، ما عندكيش اي حاجه، تعمليها ساده. المهم تفرحي اولادك. هفضل اعيدها وازيدها في الفيديو كتير، كلمه فرحي اولادك. اليوم التاسع هنعمل عيش باللحمه او بالصدق، اللي هو او الحواوشي الاسكندراني، يا باللحمه يا بالصدق زي ما انت ايه عايزه. وسلطه وشيبسي. والعصير هيكون دوم، والحلو هيكون بواقي الجلاش. انا بديكي المنيو بتاعي، انت تقدري تشيلي وتحطي فيه حسب اللي انت بتحبيه، وحسب المتاح عندك، وحسب امكانياتك انت. اليوم العاشر هنعمل خضار ورز وشوربه ومخلل. انا هنا مخليه الخضار بتاعي سبانخ. طب سمر السبانخ عايزه لحمه، ممكن تعمليها باللحمه المفرومه، ممكن تعمليها باللحمه المكعبات، بس تحطي في تسلقي يعني اللحمه على قد عددكم بالظبط. ممكن تعمليها بشوربه فراخ عادي، ممكن تعمليها من غير شوربه خالص، من غير لحمه خالص. ولو انت عندك مثلا سمين، اللي هو بيبقى مثلا حتت سمين اللي بتبقى في اللحمه دي، احنا ساعات بنحوشها ونقطعها في قلب الطبيخ، برضو بتديها طعم حلو. تمام. مش عايز تعملي سبانخ، هتحطي اي صنف خضار اللي انت عايزاه لو انت عايز تمشي على المنيو دوت. العصير هيكون خشاف. تمام. الحلوه هتكون كنافه. وهنا مش محدده لك كنافه بايه، اعملي كنافه حسب امكانياتك انت. اليوم ال11 هيكون رقاق او جلاش باللحمه المفرومه وبطاطس محمره وسلطه. والعصير هيكون جوافه. والحلو هتكون بواقي الكنافه. اليوم ال12 هتكون بواقي السبانخ على بواقي الرقاق او الجلاش. هنعمل منه يوم تالت، وهنعمل جنب منه عصير مانجا. والحلوه هتكون قطايف. يبقى انا هنا عملت يوم في بواقي، بس في تغيير، العصير غيرته، الحلو غيرته، تمام، وعملت دمج بين السبانخ والرز والشوربه مع الرقاق او الجلاش الباقي عندي. اليوم ال13 هعمل مكرونه وبانيه وبطاطس محمره وسلطه. العصير هيكون خروب. الحلو هيكون بواقي القطايف. اليوم ال14 هعمل سمك صينيه ورز وسلطه. والعصير هيكون تمر هندي. والحلو هيكون كاسات الكاستر او جيلي او مهلبيه او اي حاجه انت عايزاها، او رز بلبن حسب ما انت حابه. طيب هنا المكرونه والبانيه، لو انت كنت عملتي ناجتس جنب المكرونه البشاميل، فانت ممكن تطلعي جنب المكرونه ديت وتحمري مكان البانيه، وكده يبقى انت برضو وفرتي. اليوم ال15 هعمل بسله ورز وشوربه وملوخيه ومخلل.
والعصير هيكون صوبيا، والحلو هيكون بواقي الكاستر او المهلبيه او الرز بلبن او اي حاجه انا عاملاها ايه هنا مكان الكاستر، او انت مش حابه كاستر او حتى الجيلي. اليوم ال16 هيكون كرنبيط باللحمه المفرومه ورز وسلطه. اقدر اشيل الكرنبيط واحط خرشوف، اقدر اشيل الكرنبيط او الخرشوف واحط كوسه باللحمه المفرومه او بطاطس باللحمه المفرومه. تمام. تقدري تعملي مثلا بزله باللحمه المفرومه، تقدري مثلا تعملي اي صنف خضار باللحمه المفرومه، او صينيه بطاطس مثلا باللحمه المفرومه او بالكفته. فتقدري تستغلي ده، يعني تشيلي ده وتحطي اي صنف انت حباه. العصير هيكون عناب، الحلو هيكون كنافه. اليوم ال17 هعمل بواقي اللي هي بتاعت البسله والرز والكرنبيط، الاتنين دول مع بعض هحطهم كده في يوم تالت. تمام. وهعمل جنب منه عصير برتقال بالجزر، والحلو هيكون بواقي الكنافه. اليوم ال18 هعمل فراخ مشويه ورز بالكاري، تمام، وسلطه. والعصير هيكون فراوله، والحلو هيكون قطايف. اليوم ال19 هعمل كبد وقوانص وبطاطس محمره وسلطه. عايز تعملي جنبها مكرونه مفيش مشكله، مش عايز تعملي جنبها براحتك، ممكن تتاكل بالعيش. هعمل العصير جوافه، والحلو هعمله بواقي القطايف. اليوم ال20 هعمل كوسه باللحمه المفرومه ورز ومخلل. طيب هنا زي ما قلت لك برده في الكرنبيط تقدري تشيلي الكوسه وتحطي اي صنف خضار انت عايزاه. تقدري تعملي عليها سبانخ، تقدري تعملي عليها بسله، تقدري تعملي عليها اي بقى حاجه انت عايزاها. انت ممكن تعملي طاجن تولي باللحمه المفرومه مفيش اي مشكله. والعصير هيكون دوم، والحلو هيكون جلاش. اليوم ال21 هعمل كشري مصري وعصير ليمون، والحلو هيكون بواقي الجلاش. الكشري المصري تقدري تعمله جنب منه كبده لو انت حابه، زي المحلات كشري وكبده. تمام. مش عايز تقدمي منه جنب منه كبده، يبقى تعملي كشري مصري بس من غير اي حاجه وشويه حمص الشام. تقدري تستغني عن الليمون ويبقى المشروب بتاعك هنا حمص الشام، يبقى مشروب بتاعك سخن وكمان يكون حادق مش حلو، فبراحتك برضو خالص. يوم ال22 هنعمل صينيه بطاطس بالصدق ومخلل، هيكون صينيه بطاطس بيضه بالصدق. تقدري تعمليها برضو بالصلصه براحتك، تقدري تشيلي الصدق وتخليها كفته برضو براحتك. العصير هيكون بلح باللبن، تمام، كنوع من التغيير. والحلو هيكون كنافه. اليوم ال23 هيكون بواقي بقى ايه يا سمار؟ بواقي كوسه باللحمه المفرومه، على بواقي الكشري، على بواقي صينيه البطاطس. خلي بالك احنا كده في اخر اسبوع في رمضان، فهنكون ملخومين بالتنظيفات وبعمايل الكحك والبسكوت، فهيكون عايزين نعمل اكلات كده سريعه ونقضي الغرض. تمام. هيكون بواقي الاكل على عصير صوبيا على بواقي الكنافه. يبقى انا هنا في اليوم ده ما عملتش حاجه غير العصير. يوم فاضي عندي اقدر استغله في ان انا انضف اي حاجه انا عايزه انضفها، اغسل سجاد، اعمل اي حاجه. اليوم ال24 هعمل سمك سنجاري وسلطه ورز، والعصير هيكون تمر هندي، والحلو هيكون قطايف. اليوم ال25 هعمل مكرونه وبرجر وبطاطس وسلطه، والعصير هيكون خروب، والحلو هيكون بواقي. وزي ما قلت لك تقدري تشيلي البرجر وتحمري جنبه شويه ناجتس برضو عادي. اليوم 26 هتكون أجنحة بالبصل ورز ومخلل. العصير هيكون عناب، الحلوة هتكون مهلبية شوكولاتة. اليوم ال27 هيكون صينية بطاطس ورز ومخلل. صينية بطاطس سادة براحتك، صينية بطاطس بالأجنحة براحتك، صينية بطاطس بالوراك براحتك، باللحمة براحتك، بالكفتة براحتك. تعملي كفتة رز بالبطاطس براحتك حسب إمكانياتك وظروفك. العصير هيكون برتقال، والحلو هيكون بواقي المهلبيه. اليوم ال28 تمام هلم بقى كده اي بواقي عندي، لحمه مفرومه على مثلا صدق على بانيه اي حاجه، واعمل بيتزا وشيبسي او بطاطس محمره وسلطه. والعصير هيكون دوم، والحلو هتكون كنافه. يعني انا هنا مش هجيب غير الدقيق، وهلم بقى البواقي اللي عندي في الايه في التلاجة واعمل منها بيتزا. اليوم ال29 هعمل مسقعه، والعصير هيكون صوبيا، والحلو هيكون بواقي الكنافه. طيب لو رمضان طلع 30 يوم، يبقى اليوم ال 30 دوت هنفطر فيه فول وفلافل، بما ان احنا مثلا في ناس ما بتاكلش فلافل طول شهر رمضان، فهنفطر فول وفلافل وجبنه. تمام. والعصير هيكون خشاف، والحلو هيكون قطايف. كده قضينا ال 30 يوم من غير ما نحس باي ضغط. كل ده وانت مش حاسه بضغط يا سمر. عايزه اقول لك على حاجه، انا لما جيت عملت المنيو بتاعي ده انا شايله سبانخ في الفريزر، شايله كيس واحد لغايه دلوقتي، ده ركنان رمضان. فانا لو ما فرستش في سبانخ تاني ما عنديش مشكله، انا ممكن استغلها في المنيو بتاع رمضان. شايله كرنبيط، عشان كده انا حطيت كرنبيط باللحمه المفرومه. شايله عندي ورق عنب وشايله كرنب، فعشان كده حطيت محشي مشكل. اللهم صل عليك يا نبي. شايله خضره بتاعت المحشي،
تمام. شايله انا ايه تاني؟ شايله مانجتين ممكن اعملهم كعصير مانجا. تمام. ممكن اعمل مثلا واحده منها عصير والتانيه اعمل كنافه بالمانجا. دلوقتي انا شايله بزله. تمام. شايله جزر. فعشان كده حطيت برضو بزله في المنيو بتاعي. حطيت السبانخ. ناقصني ايه في الخضار؟ ناقصني قلقاس. هنزل اجيب قلقاس. ربنا قدرني هجيب مثلا سبانخ تاني واخزن بالزياده. ربنا قدرني ممكن اجيب كرنبايه تانية واشيلها. بس الطماطم كتير واشيلها في الفريزر. تمام. طيب شايله انا شويه رز. شايله مكرونات. تمام. فالمكرونه حطيتها برضه في ضمن الايه المنيو بتاعي. شايله عدس بتاع الكشري فحطيت كشري مصري. فاصبح انا عملت المنيو ده حسب الحاجات اللي انا شلتها، والحاجات الباقيه التانية هتكون سهله عليا. طب يا سمر ده العصاير انت حاطه كل يوم صنف عصير، هتعملي ايه؟ هقولك. يا اما هنزل السوق هشتري مثلا كيلو مثلا فراوله او كيلو ونص فراوله واشيلهم. هشتري مثلا كيلو ونص جوافه واشيلهم على قد كام يوم اللي انا كاتباهم في المنيو بتاعي جوافه. تمام. هشتري مثلا برتقان على قد كام يوم انا هعمل برتقان، يعني سواء 2 كيلو سواء كيلو ونص سواء 3 كيلو حسب ما انا كاتبه قد ايه برتقان في المنيو بتاعي. يبقى انا كده حددت مشترياتي، ما نزلتش اشتريت يعني مشتريات كتيره على الفاضي ودخلت لقيت نفسي مش عارفه الم الدنيا في رمضان. يبقى انا لو انا ما جهزتش حاجه لرمضان وما فرستش حاجه لرمضان، تقدري تعملي منيو لنفسك. مش لازم المنيو بتاعي ده، تقدري تعملي منيو حسب الاكلات اللي انتوا بتحبوها والحاجات اللي انتوا ممكن تاكلوها في رمضان والحاجات اللي قد ظروفكم. تمام. وتبداي تكتبي كل حاجه كده. تبداي مثلا ماسكه المنيو كده. انا مثلا هنا عامله مثلا بزله ورز. انا عايز مثلا نص كيلو بزله. انا مش حاطه هنا خضار مكرراه، يعني هنا البزله مش مكرراها. الفاصوليا سوري الكوسه مش مكرراها غير مرتين، مره في المحشي ومره بس باللحمه المفرومه. تمام. السبانخ مش مكرراها والقاس مش مكرراه، فاقدر اجيب من كل حاجه نص كيلو بس واشيلها. اقدر دلوقتي مثلا لو انا هعمل مثلا بكره قلقاس، بدل ما هشتري كيلو هشتري كيلو ونص واشيل نص رمضان. لو هشتري مثلا كيلو بزله، قصدي نص كيلو بزله، هشتري كيلو بزله واشيل نص رمضان. هشتري مثلا كيلو سبانخ هطبخ نصه واشيل نصه. وبكده أكون عرفت يعني أرتب أموري من غير ما أضغط على نفسي وكمان ولا أضغط على الميزانية. حتى العصاير هحسب قد إيه زي ما قلتلكوا برتقان وفراولة وجوافة، حتى الخروب والحاجات دي. لما بدل ما كنت أشتري كيلو خروب أشتري نص كيلو خروب، بدل ما أشتري مثلا ربع نص كيلو صوبيا أشتري ربع كيلو صوبيا. يبقى أشتري حسب الحاجة اللي أنا عايزاها. زبيب وجوز هند وحاجات ديت. ممكن اشتري من كل حاجة تمن او حاجة مثلا كلها ربع، حسب برضو اللي انا هستخدمه في الحلويات بتاعتي. طيب مثلا نفسي في مشمشية في قراصية في تين. لو انا ظبطت الميزانية بتاعتي ولقيت كل حاجة عندي متاحة في البيت حسب المنيو بتاعي، فليه ما اجيبش لاولادي وافرحهم من كل حاجة ان شاء الله، حتى لو تمن بلاش ربع. وبرضه فرحت اولادي ودخلتها البيت زي كل سنة ومقطعتش لنفسي عادة. ده كان الهدف من المنيو بتاعنا النهاردة، ويا رب أكون أفدتكم. وكده أنا خلصت المنيو بتاعي النهاردة. أتمنى يكون عجبكم، وأتمنى تكون الفكرة وصلت لكم، وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.